الدار البيضاء ترفض الصراح المؤقت للبرلمان مبدع. أكدت مصادر قضائية أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفضت زوال يوم الخميس ملتمس صراح مؤقت لفائدة البرلماني القيادي بحزب الحركة الشعبية محمد مبدع. وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الغرفة المذكورة رفضت ملتمس صراح مؤقت بالرغم من مبررات التي تقدم بها دفاع المتهم. وتقدم الدفاع بالملتمس من أجل بث في الاستئناف المقدمة ضد الأمر بالاعتقال الصادر عن القاضي تحقيق في مواجهة محمد مبدع ومن معها. وسبق للدفاع رئيس جماعة الفقيه بن صالح التأكيد أن موكله يتوفر على جميع ضمانات الحضور، بالإضافة إلى كونه رجل دولة وبرلمانيا ووزيرا سابقا، إلى جانب أن أدلة ضده ما تزال غير ثابتة، بالإضافة إلى أن التحقيق المستمر وبخصوص موعد الجلسات الاستنطاق من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. أكدت مصادر نفسها أنه لم يتم بعد تحديد أي تاريخ لذلك. جدير بالذكر أن قاضي التحقيق أمر بإيداع برلماني في حزب الحركة الشعبية محمد مبدع رفقة 7 أشخاص آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء. ويتابع مبدع الذي قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بتهمة تبديد أموال عمومية.